اوعي يضحكوا عليكي تاني ويقول لك تعالي نشتري الاكل ده من بره. يعني ينفع بالله عليكي تشتري الصينيه دي من بره وانت ممكن تطلعيها بالجمال والحلاوه دي، ومستحيل تبقى تكلفه زي المطاعم؟ اتفرجي على الفيديو وهتطلعي احلى صينيه رز ملون مع فراخ مشويه احسن من اجدعها مطعم. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان نقول الدعاء بتاعنا: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. اللهم ازل همي وفك كربي وارزقني الصحه والستر وراحه البال. اللهم اصرف عن بيوتنا المرض والاحزان والهموم، ومن علينا بالسكينه والستر والامان يا ارحم الراحمين يا الله. النهارده هنعمل مع بعض احلى فراخ مشويه ممكن تاكليها. حاجه كده سهله جدا مفيش فيها اي تعقيدات. يعني انت لو حبيتي تعمليها متهيألي هتلاقي كل حاجه عندك في بيتك. ومش شرط تجيبي فرخه كامله، على فكره ممكن تجيبي اوراق، تجيبي اجنحه، تجيبي اللي انت عايزاه. التتبيله دي تمشي معاكي في كل حاجه. كل اللي هتعمل في التوقيت ده: احنا معانا طماطم، بصل، فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل الوان، قرن فلفل حامي لو انت بتحبي الحراق. كل ده حطيه في الكبه. ما عندكيش كبه يا حبيبتي، هاتي كل الكلام الجميل ده واضربيه في الخلاط. انا بقول لك دي السهل الممتنع، وصفه حلوه تمشي معاكي في كبه، في خلاط، في اي حاجه. معلقه زبادي طر الانسجه، معلقه صلصه كمان تخلي اللون حلو كده وخارج من الفرن، نص كوبايه زيت طبعا. اللهم صل على النبي. في ده كل ده في الكبه. كمان عصره ليمونه كبيره حلوه كده. الليمون في التتبيلات بيبقى جميل قوي يا بنات. التتبيله دي حلوه لجميع انواع المشويات. تتبيله مش فيها افتكاسات اصلا. البهارات بتاعتنا معلقه صغيره من كل حاجه: فلفل اسمر، بهارات فراخ، 7 بهارات، كركم، ومعلقتين صغيرين ملح. هتاخدي الكلام الجميل ده كله وتضربيه في الكبه تنعميه جدا جدا جدا. ضربنا كل الخضار بتاعنا مع البهارات في قلب الكبة او الخلاط، ونعمناه جدا. الفراخ بتاعتنا يا بنات صحيح تشرحها كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل، بس يا ريت من تحت الجلد، بلاش من فوق الجلد عشان ما تبوظيش شكلها. من تحت الجلد كده، واعملي فيها فتحات بالسكينة عشان التتبيلة تدخل في قلبها. تمام. هتحطي بقى يا ستي التتبيلة دي كلها كده على الفراخ، فضيها كلها على الفراخ، وامسكي الفراخ دي غلي فيها جدا جدا بالتتبيلة بتاعتك دي. غلي فيها بجوه وتدخلي التتبيله في الفتحات اللي انت مفتحاها، وغلي التتبيله جوه الفراخ كلها. التتبيله دي بقى تتساب من 4 ل6 ساعات، ويا سلام لو سبتيها بقى كمان من بالليل هتبقى تحفه. انا سبت الفراخ منقوعه في التتبيله لمده ليله كامله. كل اللي احنا هنعمله: هتجيبي اي صينيه عندك ورصي فيها الفراخ بتاعتك، اي صينيه عندك. عاوزه ترصي خضار تحت الفراخ دي، تمام، بطاطس، جزر، بصل، طماطم، اي خضار انت عايزاه، بس انا هعملها كده من غير خضار. هترصيها في الصينيه بتاعتك وانزلي عليها بكل التتبيله بتاعتك. يكون فرنك سخن على نار وسط، حطي الصينيه تحت خالص، شغلي فوق. تعالوا بقى نعمل احلى شويه رز بسمتي، احلى من بتاع المطاعم كمان، نقدمه مع الفراخ المشويه. كل اللي هنعمله: حله على النار فيها معلقه سمنه تسخن، انزلي بورق لورا، قرفه، واحده لومي، حبهان، قرنفل، مرقه دجاج، الملح بتاعك، وقلبي البهارات دي كلها لحد ما تشمي ريحتها طالعه. مجرد ما تشم ريحة البهارات كده وهي طالعة حلوة، انزلي بالرز البسمتي المغسول ومنقوع ومتصفى. زي فكرة الرز المصري بالظبط، اغسليه ونقعيه كويس لحد ما تبقى ميته شفافة. وقلبي بقى الرز ده مع معلقة الزبدة مع البهارات بتاعته، غلي فيها كده حباية الرز، بيبقى جميل قوي. في خطوة التشويحة الرز دي يا بنات بتبقى جميلة وبتفرق كتير في الطعم، انك تغلفي الرز بالسمنة كده بتفرق كتير جدا في الطعم. فقلبي الرز ده وغلفيه كويس جدا في السمنة بتاعته. وفكرة الرز البسمتي بالنسبة لي: كوباية الرز ما بحطلهاش كوبايتين مية. كوباية الرز البسمتي انا بحط لها كوباية ونص مية مغلية، رز مية مغلية. وكوباية الرز البسمتي كوباية ونص مية، بلاش كوبايتين. هيبقى مفلفل وجميل جدا وهيفرق معاكوا جامد. كل اللي هتعمليه بعد ما تحطي عيار الرز البسمتي، هتسيبيه يغلي يتشرب ميته، نوطي عليه على نار هادية جدا. الرز بتاعنا شرب ميته وهدينا عليه جدا. دي بقى الفكرة النهاردة: انا هعمله رز ملون. كل اللي هعمله نقطة لون احمر صحي غذائي، لون احمر طعام عادي بس صحي. دوبي نقطة في معلقة مية ولا حاجة كده، وحطيها عشوائي على الرز. وكمان حاجة كده على طرف المعلقة زعفران، ما تكتريش زعفران، حاجة على طرف المعلقة كده. برضه دوبها في معلقة مية وحطيها على الرز عشوائي. تمام كده. ما تقلبيش الرز بقى في المرحلة دي ولا تيجي ناحيته، سيبيه متهدى عليه على نار هادية، ولو عندك شياطة حطيها.
ده كده شكل الرز يا بنات بعد ما سبته استوى خالص وما قلبتوش نهائي الا لما استوى. شايفين الالوان الاحمر والاصفر والابيض. الرز ده جميل جدا، بيتقدم مع المشاوي في اكبر المحلات بقد كده. انت ممكن تعملي في البيت كل حاجه حلوه لولادك. انا بالنسبه لي الرز كده بقى زي الفل. شايفين الحبان فلفله مش معجن. استخدموا بس كوبايه الرز البسمتي كوبايه ونص ميه هيطلع معاكم تحفه. الخطوه دي بقى يا بنات اختياريه. انت هتجيبي طاسه حطي فيها معلقه سمنه او زبده واي نوع من المكسرات عندك حطي، ولو ما عندكيش ما تحطيش سبب وقلت دي اختياري. انا كان عندي لوز، لوز مقشر سوداني، زبيب. اي مكسرات عندك، انا كان عندي 3 اصناف دول. حطوهم مع معلقه سمنه كده وقلبوهم كويس جدا لحد ما يبقى لونهم ذهبي. المكسرات اخدت معانا اللون الذهبي الجميل ده. نطفي عليها بقى وتعالوا نشوف هنقدم الرز مع الفراخ مع الكلام الجميل ده ازاي. بذمكم يا بنات ايه رأيكم في منظر شوية الرز وهم نازلين مفلفلين وحلوين كده؟ شايفين الرز عامل ازاي؟ مفيش حباية لازقة في التانية. وكمان ارضية الحلة عاملة ازاي ما شاء الله. شفتم؟ اعملي بس كوباية الرز البسمتي كوباية ونص مية مش كوبايتين، هتطلعي احلى رز بسمتي ممكن تشوفيه. حبة مفلفلة حلوة مش معجنة، ماسكة نفسها كده مش مهرية. تحفة بجد يا بنات. ولا الفراخ بقى، شايفين؟ فراخ اقسم بالله العظيم كانت ريحتها قلب البيت. الصينيه دي لو انت عايزه تجيبيها من بره صدقيني هتعمل معاكي مبلغ محترم. انا ما شاء الله عامله الصينيه دي ممكن تكفي اكتر من 6 افراد. 6 ايه، ممكن تكفي 10 افراد الصينيه دي. شوف انت عشان تروحي تجيبي الصينيه دي بالمنظر والجمال ده تعمل معاكي كام؟ ولا شويه المكسرات عليها كده، حاجه كده بجد تفتح النفس يعني. انت اعملي الصينيه دي بس كده وقولي لاي حد ان الصينيه دي انا شاريها من بره، اقسم بالله ما هيكذبك ابدا ان انت فعلا ممكن تكوني شاريها من بره. لان مش حتى مستحيل. انت مطلعاها ما شاء الله وكل حاجه تطلع من تحت ايديكم باذن الله احسن من اي حاجه في الدنيا. شايفه الفراخ عامله ازاي؟ الفراخ حرفيا دايبه، حاجه كده تحفه. جربي انت بس تعمل الرز بالطريقه دي والفراخ التتبيله دي تمشي معاكي في اي حاجه انت عايزه تشويها. تتبيله سهله جدا. انا ما رضيتش اجيب لكم اي حاجه معقده. الصوص ده بقى اللي نازل من الفراخ بعد ما اتشوت كده تحفه. جربي كده تغمسي الفراخ في صوص اللي نازل منها ده بجد العيش، مع رغيف عيش بلدي كده وشويه طحين. حاجه بقى على الوش كده تكسر اللون. اي حاجه خضراء على الوش تكسر اللون بس. بذمكم ايه رايكم؟ دي صينيه دي يتقال عليها انك عاملاها في البيت؟ يكفي انك عامله الحاجه بحب ليكي لجوزك لولادك لبيتك. حاجه ما شاء الله بجد تسلم ايدين اي واحده ست تعمل اي حاجه في بيتها. ما تنسوش بقى قبل اي حاجه تصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان تقولوا الدعاء بتاعنا لفك الكرب. ويا رب تكون وصفتي عجبتكم. وما تنسوش تعملوا متابعه للصفحه ولايكات كتير عشان توصل لبناتنا وصفات كتير. والى اللقاء في وصفه تانية ان شاء الله.